مستحيل الصح غلطة ترجعه. اتغيرت لي دنيتي، ضاعت في غمضة عين، خلتني حاسة بالتوهة، مش عارفة رايحة فين. ما بقتش عارفة سكتي، محتارة بين طريقين. من الصدمة حاسة إني اتقسمت اتنين، ودارت في قلبي وبين ضلوعي سكوت، وبقيت خلاص أنا ضايعة بين حبيبين. كان حلم حلو في أوله، شوقني إني أكمله. مشيت بقلبي لحد آخر خطوة فيه، وفي عز فرحتي جرحت عينيا دمعتي. نفس اللي عايشني أنا مت بيه، أنا مت بيه، أنا مت بيه. الله، كل حاجة حلوة من ايديكي، حتى الشاي. ايه مالك يا بيبي؟ أنا قلت لك يا حبيبي، بحمل هم اللحظة اللي بحس فيها إن إحنا خلاص هنسيب بعض وكل واحد فينا هيروح. اوعي تقولي الكلمة دي تاني، احنا عمرنا ما هنسيب بعض. يا رب يا صلاح، يا رب ما يفرقناش عن بعض أبدا. مش أنا الأوان بقى يا حبيبتي إن احنا نعلن جوازنا؟ أنا خلاص زهقت، عاوز أخرج معاكي قدام كل الناس. احنا مش بنسرق، وبعدين انتي حقي وأنا حقك، وبموت فيكي. حبيب قلبي، أنا بقى بعيش فيك. أنت عندك حق يا صلاح. أنا نفسي أول هاني ما يتخرج نعلن جوازنا وأقول للدنيا كلها إن صلاح عبد العزيز يبقى جوزي وحبيبي وقلبي ونور عينيا. نفسي ألف معاك الدنيا كلها، نفسي في حاجات كتير قوي نعملها مع بعض. عارف يا صلاح؟ صلاح، أنت نمت يا حبيبي؟ صلح بيبي. صلاح، صلاح أنت نمت ولا إيه؟ صلاح، صلاح، صلاح مالك؟ بيبي، صلاح، صلاح، صلاح ما بتردش عليا ليه؟ صلاح انت بتهزر ولا ايه؟ صلاح مالك في ايه؟ صلاح، 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 لا يا صلاح، لا يا صلاح، لا ما تعملش فيا كده يا صلاح. صلاح ما تعملش فيا كده. صلاح، صلاح فوق كلمني. صلاح ما تعملش فيا كده. انت وعدتني مش هتسيبني ابدا يا صلاح. صلاح ارجوك ما تعملش فيا كده. حرام عليك يا صلاح، حرام عليك يا صلاح، حرام عليك. صلاح، صلاح، صلاح. قلت يا عادل بيه. طب انا هستعجل لحضرتك البن. هتطلب البوفيه؟ لا، ما هو البن ده بالذات اصله مش في البوفيه، احنا عاملين له خزنه مخصوص كده. وكمان انا عارف حضرتك بتحب البن البرازيلي ده ازاي. على اذنكم. ها، ايه الاخبار؟ ما بيردش عليا يا فندم. برضو يعني راكب دماغه. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ العالم اللي جوه دي هتاكلني. يلا يا مسهل يا رب. بقول لك ايه، استعجلي الاول مخصوص بسرعه. حاضر يا فندم.
شوف بقى يا محمد بيه، انا هجيب لك من الاخر. يا ترى تحب تركب معانا للقمر ولا تحب تفضل قاعد هنا على الارض؟ اوكي يا عادل بيه. تمام، اهو كده. يبقى كده نشتغل. صلاح 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 رد عليا. صلاح رد عليا يا حبيبي. صلاح ابوس ايدك، ابوس رجلك يا صلاح، ما تعملش فيا كده. صلاح ربنا يخليك ما تسيبنيش. صلاح انا ماليش غيرك يا صلاح رد عليا، ابوس ايدك ابوس رجلك يا صلاح ما تسيبنيش. انا ماليش حد غيرك. ده انا ما فرحتش في حياتي غير يوم ما اتجوزتك. ده انت اللي حسستني ان انا عايشه ومطمنه ومش خايفه. عايشه من غيرك ازاي؟ سامحني يا حبيبي. صلاح هو انا مش هشوفك تاني يا صلاح. صلاح سامحني يا صلاح. سامحني يا حبيبي، سامحني. يا رب صبرني. ليه تعمل فيا كده يا صلاح؟ هونت عليك؟ طب كنت خدني معاك، يا صلاح. أنا كده ميتة، أعمل إيه يا ربي؟ أعمل إيه؟
انا جريت وسبته عشان انا جميلة. انا جميلة وتافهة، خايفة من الناس وخايفة من ابني. ده جوزي على سنة الله ورسوله. جوزي مات. في ايه يا ندى؟ مالك؟ طب اهدي بس فهميني بتقولي ايه؟ ايه؟ يا نهار اسود. بلغتي البوليس؟ مش مهم منين، من اي تليفون في الشارع، ولاده لازم يعرفوا. ندى حرام عليكي تسيبي الجثه وتهربي. يا ندى صدقيني كده فضيحه هتبقى اكبر. ما بيردش، مش عارفه ليه. يا ماما ما تقلقيش، يمكن عامله سايلنت. ولا بيرد على اخوكي من بدري جدا برضه؟ مش عارفه. ده حتى ما حضرش الاجتماع بتاع هيئه سوق المال. انا مش فاهمه في ايه. مساء الخير. رد عليك؟ انا اللي كنت لسه هسألك نفس السؤال ده. في ايه يا ماما؟ الو. يا طنط مها. ايوه يا هاني. الو. ايوه يا حبيبي. انت كويس؟ مامي كويسه الحمد لله. هي بس تعبت شويه وضغطها وطي واغمى عليها واضطريت اوديها المستشفى. ايه؟ مستشفى ايه؟ الو هاني. الو. طب ومستربع كده ليه؟ انت رايح فين؟ انا جايه معاك. جاي معايا ايه بس؟ الساعة 3:30 الصبح. ارجعي نامي وانا هبقى اكلمك. طب هو هاني قال لك ايه؟ بيقول لي انها راحت عند صاحبتها مها واغمى عليها. طب ومستربع كده ليه؟ عادي، ما تقلقش. غالبا ده هبوط في الدورة الدموية او جالها السكر. ما هو اصل السن له حكم. سن؟ ندى اصغر منك ب5 سنين. فاروق ناهد، مش وقتك خالص بقى. لا يا حبيبي، هطمن عليها وارجع على طول. اوكي، لا اله الا الله. مالها ماما؟ ما تخافش يا حبيبي، كويسه. تعالى اطمن. اطمن يا هاني يا حبيبي، مامي زي الفل. ضغطها وطي شويه بس وخلاص. الدكاتره طمنوني، ادوها حبه ادويه وبقت زي الفل. اطمن يا حبيبي. اهلا فاروق بيه. مساء الخير. اهلا وسهلا. خير يا هاني، في ايه؟ لا مفيش حاجه خالص. هي ندى بس كان ضغطها وطي وتعبت شويه، بس هي احسن الحمد لله. لا سلامتها، الف سلامه. واحنا عندنا كام ندى
وعموما ما تخافش يا حبيبي من حكايه الضغط دي. دوق اي حاجه حرشه، ترشيايه ولا حاجه، هترجع تبقى زي الفل. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الو. ايوه يا ناس، انا فاروق. ايوه مين؟ الو الو. ايوه ايوه يا ناس، انا فاروق. ايوه في ايوه. التليفونات الصيني دي تحفة، أنا مبسوطة قوي بالتليفون ده. بصي شكله حلو ازاي، ده حتى كمان لونه أحمر. انت هتقولي لي يا بنتي على التليفونات الصيني دي؟ ده الصين دي ضربت السوق كله، ده حتى البنت سلوى اختي جايبه اخو ده بالظبط. يلا يا ستي مبروك عليك. الله يبارك فيكي. ده كانوا عاملين عليه عرض ومديني خط هدية على التليفون، بس نمرته وحشة قوي، حطيته في التليفون القديم وخليته معايا، وهو منظر برضه. ايوه يا ستي ماشيه باتنين موبايل ولا والعيش ارتاح. بالمناسبة ما عندكيش حد يشتري تليفون بالخط؟ ده بقاله معايا 3 سنين وشغال ايه زي الفل. بلغتي البوليس؟ مش مهم منين، من اي تليفون في الشارع، ولاده لازم يعرفوا. ندى حرام عليكي تسيبي الجثه وتهربي. ده القديم ده مفيش احسن منه. انت عايزه تبيعي الخط ده؟ اه طبعا عايزه ابيعه. تبيعيه ب 500 جنيه؟ الو، فيلا المهندس صلاح عبد العزيز؟ ايوه يا فندم. مين حضرتك ابنه؟ انا ابنه. والد حضرتك تعبان شويه وموجود في فيلا رقم 152 في كومباوند الشيخ زايد. يا ريت حضرتك تسيب كل حاجه في ايديك وتروح له لانه محتاج لك جدا. ايه؟ الو 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 الو. في ايه يا عادل؟ في واحده كلمتني بتقول ان بابا موجود في فيلا في الشيخ زايد. انا لازم اجري على هناك دلوقتي، هكلمك اطمنك. فيلا؟
بابا يا بابا 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 رد عليا يا بابا. بابا انت بتردش عليا ليه؟ بابا مالك؟ يا بابا يا بابا رد عليا والنبي. بابا رد عليا والنبي يا بابا. رد عليا يا ابويا. ايه؟ امتى ده حصل يا عادل؟ طب اهدى يا عادل، اهدى عشان نعرف نتصرف. انت فين دلوقتي؟ طب ثانية واحدة يا عادل، اديني العنوان بسرعة. استنى يا شريف، ومش لسه في بصمات يا حضرة الظابط؟ ما ينفعش نلبس حاجة من مسرح الجريمة. حاضر يا فندم، تحت أمرك. رئيس النيابة شخصيا وصل. طبعا، ما هو صلاح عبد العزيز. اكتب يا ابني عندك. انتقلنا نحن أحمد زيدان رئيس نيابة الشيخ زايد بناء عن الإشارة الواردة إلينا من قسم شرطة الشيخ زايد، والتي حددت المكان بالعنوان السالف بيانه. ووجدنا أن المكان عبارة عن فيلا تتكون من طابقين، كما وجدنا في انتظارنا عقيد شرطة مصطفى محمد. وبمعاينة مكان ارتكاب الجريمة اكتشفنا أنه هو للفيلا، ووجدنا بجوار الجثة بقايا طعام عبارة عن أنواع مختلفة من الأسماك تم تحريزها وإرسالها إلى المعمل الجنائي، كما وجدنا عدد كوبين من الشاي، وقد أمرنا بالتحفظ عليهم بالطريقة الفنية والقانونية السليمة، وذلك لعرضهم على خبير البصمات ورفع كل البصمات الموجودة عليهم. وبمناسبة وجود عقيد شرطة مصطفى محمد، سيادة العقيد اسمك وسنك ومهنتك؟ مصطفى محمد عبد اللطيف، 45 سنة، رئيس مباحث الشيخ زايد. بوسينة وتخبن بوسينة. ونطلب نحن رئيس النيابة نتيجة الكشف الطبي حول المضبوطات والبصمات المستخرجة منها. بقال الله عادل بيه وقلبي عندك. ويصرف من مسرح الجريمة كل من عادل صلاح عبد العزيز نجل المتوفى، وهشام ممدوح قاسم محامي، أحمد زيدان رئيس نيابة الشيخ زايد. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ماما ندى في ايه ندى؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك في ايه؟ كابوس. في ايه؟ كابوس يا ماما. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كابوس فظيع. الف سلامه يا مرات اخويا. الو. ايوه خالد بيه. ايوه مدام مها، انا اللواء خالد شوكت. انت سايبه لي فويس ميل على التليفون، في حاجه؟ اصل ندى تعبت امبارح وجبتها هنا على المستشفى، كانت تعبانه شويه. خير؟ في ايه؟ لا يعني شويه هبوط كده في الدوره الدمويه والدكاتره الحمد لله طمنوني عليها، بس انا يعني قلت ابلغ حضرتك. طيب انا مسافه السكه وجاي على طول. مستشفى ايه؟ طيب. ايوه يا ابني، خليهم يجهزوا لي العربيه، انا نازل مصر حالا. يا ترى يا ندى بجد ولا دلع زي زمان؟ اتفضل يا دكتور. صباح الخير. اهلا، صباح النور يا دكتور. صباح النور. خير يا دكتور. ما تقلقش عليها قوي كده، ماما بخير. دكتور هاني في سنه اولى كليه صيدله السنه دي. يا يعني كلها كام سنه ويبقى زميل؟ ما شاء الله. طمنا يا دكتور، ربنا يخليك. دكتور هاني ما تقلقش عليها، ماما الحمد لله بخير. طب استاذن انا بقى. يعني يا دكتور هي تقدر تخرج النهارده ان شاء الله؟ والله انا شايف انها الحمد لله كويسه، بس انا افضل نخليها لحد اخر النهار يكون الضغط اتظبط، وكده كده اليوم اتحسب. طب يعني هي كويسه فعلا؟ ما انا قلت لحضرتك انها الحمد لله كويسه، بس باين الخضه كانت جامده عليها من الحادثه اللي شافتها زي ما حضرتك قلتي لي. بس يعني يا ريت حضرتك ما تجيبش سيره لابنها عن موضوع الحادثه ده. شكله مغضوض عليها قوي. طبعا، ما هم ما لهمش غير بعض. ربنا يخليهم لبعض. طب استاذن انا من حضرتك بعد اذنك. يا رب والنبي عديه على خير، يا رب عديه على خير. الحمد لله الدكتور طمني خالص. شفت بقى؟ مش قلت لك ماما هتبقى زي الفل؟ يا ابني ندى دي جامده وشديده. طب الحمد لله. معلش يا اسماعيل، بس صاحبي عشان عندي محاضرة مهمة وكده رخم اصله. ما نمتش طول الليل من القلق عليك. طنط ندى ازيها؟ وانت حبيبي عامل ايه؟ والله مستعدة اجيلك دلوقتي حالا، بس انت تؤمر. وحشتني وعايزة اخدك في حضني. بجد انت كويس؟ وهي كمان كويسة؟ طب انا عايزك تحلف حلفان مخصوص يا دكتور. عايزاك تقولي يا ريم يا حبيبتي والله انا كويس وامي كمان كويسة. طب تعالى على نفسك وقولها عشان خاطري. طب اعصر على نفسك ليمونة بربع جنيه حتى. والله العظيم انا كويس وامي كويسة. حاضر. لا قلت حاضر خلاص، ما تقرفيني. يلا بقى اقفلي عشان ما تاخريش على المدرسة. ايه؟ لا بقول لك ايه يا ريم، انا مخنوق خلق اصلا ومش عارف اخد نفسي. تيجي فين؟ عمي موجود عندنا. لا ريم اقفلي، انا عايز اتنيل انزل اشرب سيجاره تحت. يلا باي 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 باي، مع السلامه باي باي. القرف. ايوه يا فاروق، اخبار الست هانم ايه؟ مش الحمد لله بقت كويسه؟ ايه اللي فيه ايه؟ في انك مش بايت في سريرك وسايب بيتك وانت اصلا مطمن على الست هانم انها كويسه. يا بني ادم افهمي، بقول لك هاني ابن اخويا حالته زي الزفت، اسيبه بقى ولا العب معاه؟ وبعدين معاكي بقى على فكره الليله اللي بيتها بعيد عنك فيها الشفا. الله، طب بس بنخشك يا ستي، بحب انخشك فيها حاجه.
ده انت عليك جوز عيون يخبلوا وجوز خدود عايزين يتعضعضوا ليل نهار. طيب يا فندم، مع السلامه. مع السلامه بقى. من فضلك ممكن تقيسي لي الضغط، لاني حاسس ان انا مش في كامل قوايا البدنيه. حاضر. يحضر لك الخير. ما شفتيش دكتور سيد راح فين؟ الله، هو الدكتور سيد مش هنا؟ كله دكاتره، ما ينفعش مرضى، ما ينفعش مريض اسمه فاروق. اصل انا مزنوق حد يقيس لي، وحاسس كده ان ايديكي خفيفه في ضرب الابر. هاني هاني، صباح الخير يا حبيبي. ها، ماما صحيت ولا لسه؟ لا ماما لسه نايمه. انا مدام مها كلمتني وطمنتني. مالك قلقان ليه؟ لا ان شاء الله نطلع ان هي صحيت تمام التمام. شويه ارهاق بس وهيعدي ان شاء الله. من هنا؟ اتفضل. ايه يا دكتور؟ انت كبرت خلاص وبقيت راجل. بلاش ارتباطك الزايد ده بندى. هي كمان بتعاملك كانك لسه في ابتدائي، وانا بصراحه ما بحبش الواد ابن امه. انا كان نفسي يكون عندك جيش، هو ده اللي ينقلك لمرحله الرجوله على حق. على حق؟ هو حضرتك يعني عايز تدخلني الجيش عشان شايفني قلقان على ماما شويه؟ يا واد يا غلباوي انت، ما قلتليش سجايرك نوعها ايه؟ اهلا اهلا خالد باشا. اهلا فاروق بيه، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. هو حضرتك خلاص نازل يا عمي؟ ايوه حبيبي، وانت كمان لازم تروح ترتاح شويه. لا انا عندي محاضره مهمه في الجامعه، هبقى انزل قبلها يعني. يا ابني روح نام لك شويه. انا كويس والله يا عم. سيبه على راحته يا فاروق بيه، هو دماغه ناشفه زي امه. طب استاذن انا يا سعاده الباشا، احسن ما نمتش من امبارح. بألف سلامه يا فندم، متشكرين جدا. على ايه؟ ندى دي مرات اخويا الله يرحمه، وهاني ده ابني، احنا اهل يا سعاده الباشا. ربنا يديم المعروف. سلام عليكم. سلامة الله. اتفضل يا فندم. اهلا خالد بيه. ازيك يا مدام مها؟ الحمد لله على السلامه. ها، ايه الاخبار؟ الحمد لله. صاحيه ولا نايمه؟ اتفضلي اتفضلي. مدام مها، كفايه عليك كده، قومي روحي. انت بتنامي على روحي. لما تصحى بس واطمن عليها، وانا عندي كام ندى. ايوه بس عندي الجوز كمان. مبروك. ندى قالت لي ان انت عروسه جديده. الحمد لله، جوزت راجل طيب قوي، بس هو عارف كويس علاقتي بندى شكلها ايه. انت ذبحتي له القطه بدري بدري. كله كوم وندى عندي كوم تاني خالص. وتاري الزمن مخبي ليا كتير، غدر عليا وانكتب وبقيت انا في ورطة.
ثابتة